انا عرفت كل حاجة. بص يا بنتي، انتي اتكشفتي خلاص قدامي. ازيك عاملة ايه؟ أنا سعاد. هو ده أول يوم ليكي في الجامعة هنا؟ ازيك، انا مريم. ده اول يوم ليا النهارده، بس بصراحه لسه مش واخده على الجو. مش واخدة على الجو ايه؟ أنا هوديكي أماكن كتيرة جدا. تعالي نبدأ بالكافيتيريا. بصي يا مريم، الكافيتيريا ديت بتعمل باستا تحفة، لازم تطلبيها لنا نجربها مع بعض. أنا جربتها امبارح مع واحدة صاحبتي، بس هجربها معاكي مش مشكلة، بس ما تطلبهاش سبايسي. لا، بس انا بحب الاكل شويه سبايسي. يا ستي سبايسي ايه؟ اسمعي مني بس، احنا مش ناقصين حرقة قلب على الصبح. ياه، ده انا كنت جعانة جدا. انا اكلت اكلك، سوري، بس لقمة هنية تكفي 100. ان شاء الله اكون لحقتكوا قبل ما تفطروا. ايه، فطرتوا من غيري ولا ايه؟ لا لسه، احنا رايحين اهو. طب حلو قوي. مين فيكم يا حلوين اللي هتعزمني على الفطار النهارده؟ جبتوا بيتزا؟ طب حلو، هاكل معاكم. حاسبولي على البطاطس والكنز بتاعتي عقبال لما اجيب انا تلج. يلا يا بنات، انا هاكل اخر حته في البيتزا دي واشوفكم بكره. بقولك ايه يا مرام، معكيش 500 جنيه لحد اول الشهر الجاي او نص يعني؟ عشان انت عارفه الملازم وكده، فانا محتاجه ضروري 500 جنيه. يا لهوي يا سعاد، انت بتقولي ايه؟ طبعا معايا يا حبيبتي، اتفضلي. انا بس هستأذنك ان انت تبقي ترجعهم لي اول الشهر على طول، عشان انا برضو في كتب وحاجات، بس مش مشكله، انا الكتب اللي محتاجاها ممكن تتأجل. لا طبعا هرجعهم لك اكيد. هو مفيش ثقه ما بيننا ولا ايه يا بنتي؟ يا سعاد فين؟ مختفيه يعني، ما جاتش تفطر معانا النهارده. مش عارفه يا مريومه، انا قابلتها الصبح صحيح، نسيت اقولك. هي كانت محتاجه 500 جنيه واستلفتهم مني. بتقول ان ناقصها ملازم وحاجات كتير. والله انا البنت دي بتصعب عليا. مش عارفه، مع ان شكلها كويس ولبسها كويس، وبعدين انا عارفه ان باباها شغال شغلانه كويسه. مش عارفه ليه بحس دايما انها معهاش فلوس. انا كمان والله بستغرب، بتصعب عليا، ده انا بحس حتى ما بيكونش معاها فلوس للاكل. احنا بعد كده يا مرام ما نحرجهاش، نستناش تطلب مننا حاجه. احنا نبقى نحاول نعزمها، انا مره وانتي مره. كلنا هنا اخوات اصلا، لازم نقف جنب بعض. يا رب يكون الاكل عجبك. انا عارف والله اني متقل عليكي، بس ان شاء الله الاقي شغل وارد لك كل اللي انت بتعمليه معايا. مالك في ايه؟ تعالي معايا حالا على جنب عشان عايزاكي في مصيبه. الهانم يا ستي، اللي عامله فيها طيبه وغلبانه وصاحبتنا، لسه عارفة من ولد زميلنا في كلية تانية حالا إنها مصاحبة ولد معاه في الكلية، وعلى طول هناك بتوفر على حسابنا، بتروح تخرجه وتأكله وتشربه وتجيبله في هدايا. وفلوسي اللي خدتها مني على أساس إنها هتشتري بيها ملازم، ولحد دلوقتي كل يوم أقولها عليها ومش عايزة ترجعهم وعاملالي فيها عبيطة، أكيد أكيد صرفتها عليه. طب هتعملي ايه؟ أنا مش هسكت طبعا، أنا هجيب بابا. انتي مش عارفة بابا ده ممكن يعمل فيها ايه. انا عرفت كل حاجة. بص يا بنتي، انتي اتكشفتي خلاص قدامي. انتي بتاخدي فلوس من بنتي وبتروحي تصرفيها على الشباب. انا ممكن افضحك واعمل لك مشكلة قدام الجامعة كلها. اذا تطلب مني الامر بعد كده هعمل ده. انا لغاية دلوقتي مش عايز اعمل ده. معلش يا عمو، ما تاخذنيش، بس انا ما ضربتش حد على ايده. هما مجرد ان انا زميلتهم وبيعزموني، وده عادي يعني. عموما يا بنتي، انا حذرتك وعملت اللي عليا. هو ايه الشغل ده جايبالي باباها؟ هو احنا لسه في مدرسة؟ وبعدين شباب ايه ده؟ هو شاب واحد يا عيني عليا.